قولي لي ايه حكايه اللي طالع عليكي انت بتحلمي انك تاخدي الاوسكار؟ دي مش حكاية طلع عليا، دي أنا قلت لا أنا قلت إيه إنه أكيد يعني ما بتصور في حدا ما بيحلم بهذا الشيء. اجمل مشهد بتحبيه ما بينك وما بين داوود؟ أنا بحب المشاهد اللي كتير سنشوال، اللي فيها دراما وإيموشنز وكده. يعني أنا كنت حابة يكون في كتير مشاهد زي ده، بس طبعا بحكم الدور ما كان رح يكون في وجود كتير لهذا المشهد. بس هو المشهد اللي بعد الخطف. اتأثرتي بعديها المشهد ده بحكم ان هو بالنسبه لك اجمل مشهد انت حبيتيه؟ هو مش أجمل مشهد، بس أنت يعني هو المشهد فيه شوية ايموشنز، وأنا بحب الايموشنز بالتمثيل. الكواليس عامه ما شاء الله، يعني انا شايفه دلوقتي علي الطيب داخل يبارك لك، ففي اكيد كواليس حلوه ما بينكم وما بين كل ابطال العمل وصناع العمل، تقولي عنهم ايه وبما انك اول مره تشاركي معاهم؟ أنا كنت دايما عم بقول أنا مغرومة كتير بالكرو وبالكاست، وفعلا بتصور يعني كانت نعمة إنه أقدر فوت على سوق مصر مع هذا الكرو، مع هذا الكاست بحد ذاته. بجننوا. آه، ناس طيبة كتير. ناس بس بتحب شغلها وبدها تشوف العمل والناس التانية عم تنجح. في كيمياء حلوة بين كل الممثلين، في كيمياء حلوة مع الكرو. في جو حلو.